أهلا وسهلا بيكم في سلسلة تركاتي اللي مسهلة حياتي، واللي فيها في كل مرة بنحط حاجة جديدة تسهل علينا شغلنا وتوفر وقتنا. بفضلا ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان القناة تنتشر واقدر اعمل لكم فيديوهات جديدة فيها تركات جديدة تساعدنا. النهارده جايين نتكلم عن موضوع مشكلة مهمة جدا. كم مرة وانت قاعد شغال على الدوكيمنت على الوورد او الباوربوينت ولقيت ان هو وقف فجأة وانت مش عارف تتصرف، وساعات عشان تحل المشكلة وعندك شغل ضروري الصبح محتاج يتعمل ويجهز وانت ما عندكش وقت ده كله. يلا بينا نشوف احل المشكلة دي ازاي. اول حاجة هروح على الجوجل وهكتب word.new. طبعا لو عايزة برنامج الوورد في الوقت الحالي فهكتب word.new وهختار اول لينك موجود عندي. مجرد ما دوست عليه فتح لي الموقع الرسمي لمايكروسوفت. طبعا انت محتاج بس انك انت لو هتستخدمه لازم يبقى معاك ايميل على الهوت ميل. انا عشان معايا فدوست ساين ان وكنت عامله له كرييت قبل كده يعني، وحطيت الايميل بتاعي بالباسورد طبعا متسجلين على البراوزر وقلت له نيكست وتمام. قال لي اعمل لي فيريفاي للايميل، يا اما كان هيبعت كود وانا اخده من الايميل او انا حافظ الباسورد بتاعتي حطيتها على طول. دخلت كده زي ما انا شايف، هاجي عند الباتن او الزرار الازرق ده اسمه كرييت ا دوكيمنت او بلانك دوكيمنت جديد. اول ما ادوس عليه هيفتح لي برنامج الوورد بكل الامكانيات والادوات اللي في احدث نسخه اللي هي 365، ودي افضل نسخه طبعا من الاوفيس نازله من مايكروسوفت. كل الادوات والتركات والشغل الجديد بتاع النسخ الجديده كله هلاقيه موجود عندي اونلاين. اقدر زي ما انا شايف كده عندي فايل وعندي هوم وعندي انسرت وعندي لي اوت اتعامل معاه لانه وورد عادي. زي ما احنا شايفين حتى المايك اللي اقدر اتكلم بيه وهو يكتب، زي ما وريتكم في واحد من فيديوهاتي قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعه في الكومنتس. ان انت تقدر تتكلم وهو يكتب على طول زي ما احنا شايفين كده. برضو موجوده مع انها مش موجوده الاداه دي غير في النسخه 365 بس او اونلاين زي ما احنا شايفين. طيب وخلصت انا كده وكتبته، محتاجه ان انا اطلع الدوكيمنت بتاعي. والله عندي اكتر من طريقه. عندي شير، اعمله شير على طول. عندي اكسبورت اني اطلعه باي صيغه انا عايزاه، او عايزاه زي ما هو وورد يبقى انا اقول له كرييت ا كوبي. وبعد ما اقول له كرييت ا كوبي هيقول لي داونلود، اقول له تمام. تمام، هقفل اللينك اللي طلع لي ده وهبص الاقي في الداونلودز بتاعتي نزل الدوكيمنت زي ما اكون كده بالظبط عملت له كرييشن على الاوفيس عندي على الجهاز. هو نزل عندي على الجهاز، اقدر اعدل فيه، اقدر اغير فيه زي ما انا عاوز. وطبعا كده السورس بتاعه بقى موجود عندي على الجهاز اوف لاين. لما اصلح الاوفيس بقى ربنا ييسر لي ابقى ابدا اشتغل عليه براحتي. ده لو الاوفيس بتاعي بايظ يعني. تمام. طيب نفس الكلام ده بالظبط بالنسبه للباوربوينت. هكتب باوربوينت نيو واختار اول لينك هيفتح نفس السايت بالظبط بس للباوربوينت. هختار كرييت باوربوينت زي ما احنا شايفين نفس الخطوات. وما ننساش طبعا في الاول لازم يبقى عندنا هوت ميل ايميل. وهفتح لي نفس الانترفيس نفس الشكل بتاع الباوربوينت بالظبط. هبدا اكتب فيه واعدل واغير واصمم واعمل كل حاجه. طبعا انا بكتب اللي انا عاوزه. ابقى كتبت هنا اسم القناه بتاعتي. طيب هسيبها بيضه كده؟ لا طبعا، هيرجع الديزاينر بتختار الثيم او الشكل اللي انت عاوزه او القالب اللي انت عاوزه، بتدوس عليه وبتطبق على طول بالخطوط بالفونت بالسايز بكل حاجه. يعني انت ما بتتعبش في حاجه، هي كل القالب بينزل لك جاهز. تمام، بتبدا تشتغل عليه على طول. طيب نفس الكلام خلصت وعايزه اخلي السورس ده موجود عندي اوفلاين، برضو برجع اشوف ايه الطريقه المناسبه. عايزه اعمل شير تمام، عايزه اعمل اكسبورت باي نسخه او تمام. ممكن كمان ان انا اقدر اعمل كرييت كوبي لو عايزه انزله عندي على الجهاز واقول له داونلود وينزل عندي از باوربوينت عادي جدا. هقدر افتحه بعد كده اوفلاين بالبرنامج الباوربوينت من الاوفيس عادي جدا. اتمنى ان التركه دي تكون مفيده وانا واثقه انها هتكون مفيده. ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وشكرا خير. باي.